طمنا يا دكتور. هو عامله ايه؟ هي بخير عن الاول وهتبقى احسن مع مرور الوقت. طب دخلنا اشوفها. لا استنى يا استاذ، هي بس تفوق من البنج وهنلاقي الغرفه العاديه وبعد كده تقدر تشوفها. رواق جرى لها حاجه؟ للاسف اختك اتعرضت لحادث اغتصاب عنيف سبب لها في نزيف حاد. اغتصاب ازاي؟ انت بتقول يا دكتور اختنا راويه؟ اهدى ارجوك، انا مقدر الحاله اللي انت فيها وعارف صدمتك. النيابه جايه الصبح عشان ياخدوا اقوالها، تكون هديت وتقدر تتكلم معاهم. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. ممكن لما النيابه تيجي هنقول لهم انها حادثه عربيه، بلاش نجيب سيره الاغتصاب بالله عليك، ده عرض بنت. للاسف مش هينفع، الضابط اللي كان موجود في المكان بلغ الاسم واتكتب تقرير طبي بالحاله، ودي مسؤوليه قانونيه. طب يعني بس اسمعك، بس يعني ابوها وامها جايين، مش عايزين نجيب سيره موضوع الاغتصاب ده قدامهم. دول ناس كبار في السن ومش هيستعملوا يسمعوا على بنتهم كلام زي ده. بالله عليك يا شيخ، بالله عليك، ده طلب انساني من راجل لراجل، وانت كده مش هتخالف القانون، بس هتبقى سترت على بنت. حاضر، وانا هبلغ كل التمريض، مفيش اي حد منهم يتكلم مع اي زائر. كتر خيرك يا دكتور، ربنا يستر وراك. عن اذنك. بنتي حصل لها ايه؟ بنتي جرى لها ايه؟ طمنوا هي بس حاسه بسيطه، عربيه خبطتها والحمد لله جت سليمه. الدكتور طمني يا جماعه، الدكتور طمني ياما، الدكتور طمني. عمنا ايه هما مستريحة ان شاء الله. انا امي قالت لي انها جت سالت عليا وكان وشها مخطوف. اشوفها يا فهد والنبي اشوفها واخدها في حضني يا فهد والنبي. ياما مش هينفع ياما، بنتك في البنك. يا جماعه الدكتور طمني، بكره الصبح هتبقى كويسه وهندخل كلنا نطمن عليها. بتضحك عليا والله العظيم ما بضحك عليكي. طب حد خد نمرة العربية يا فهد؟ محدش لحقها، بس الحمد لله قدر ولطف. اهدي ياما، اهدي ياما، اهدي.